انعكاسات التوترات الإقليمية في المنطقة وتأثيرها على الدولار والجنيه، ما بين قوسين ضرب الدوحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد من فيديوهات اقتصاد 360. يا جماعة، اللي بيحصل الأيام دي مش مجرد خبر عادي ان احنا ممكن نستقبله كده ونعديه. احنا بنتكلم عن اول مرة في تاريخ الطيران اللي ما يتسموش انه يضرب الدوحة عاصمة قطر، الدولة اللي طول عمرها متصورة انها في حماية وحصانة الدولة الامريكية، بما انها يوجد عندها اكبر قاعدة في الشرق الاوسط والعالم، وهي قاعدة الطيران واسمها العديد. تخيل كده معايا الصواريخ اللي ما بتسموش بتهز بلد فيها أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، واللي حصل ده مش خبر سياسي، ده زلزال اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. زلزال ممكن يخلي أسعار البترول والغاز تولع والجنيه يترنح، واكتر من كده الدولار ممكن يجري وما نعرفش نمسكه. ايه اللي حصل وايه التفاصيل وايه الجديد اللي معاك النهارده هقول لك. لكن لو اول مره بتشوفني مش هوصيك بقى انك تدعمني باللايك وسبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. قهوتك بقى الحلوه وحصلني. اعلام اللي ما يتسموش نشر في موقع اسمه اكسيوس قال ان الغارة دي اتنفذت ب 15 طيارة. جميل، يعني الضربة مش عشوائية، ده استهدفت اجتماع نادر لقيادات حماس في الدوحة. الاغرب من كده ان قبلها بيوم واحد كان رئيس وزراء قطر مجتمع مع قادة حماس بيناقش مبادرة تهدئة للوضع الجديد في غزة. تاني يوم العاصمة القطرية نفسها لقيناها بتهتز بالصواريخ. يعني العملية دي متحضر لها من شهور، وبتقول لنا ان في معلومات استخباراتية دقيقة واشارات ان الموضوع مش مجرد رد فعل، ده الموضوع مخطط من قبل كده.